عزيزتي المستمعة، أهلا بك وأهلا بضيف دكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العامة. صباح الخير. صباح الخير يا فندم على كل السادة المستمعين. أهلا بحضرتك وتسير أيام رمضان. كل عام وانتم بخير. وحضرتك طيب. ونتوقف ونقول الرشاقة في رمضان. عايزين ما ينتهيش رمضان إلا وإحنا في عملية نقص في الوزن ونتمتع بالرشاقة. والله حضرتك انت فتحتي موضوع رمضان، هو نفسه فتحه. هو رمضان عدل المنظومة، بيصون الجهاز الهضمي. أيوة. وبينزل الأوزان. حضرتك بقى اللي بتخلي بالموضوع ده لما تبقى بعد وجبة الفطار بيبقى انت جاهزة بالكنافة والقطايف والحاجات الدسمة قوي قوي اللي بتزود الوزن وبتدي مخزون عالي من الطاقة وبلا قيمة غذائية عالية، وفي نفس الوقت بتعمل تلبك معوي وصعبة الهضم يعني. حضرتك لو انت عايزه تحافظ على وزنك او عايزه وزنك ينزل، نبص لحاجتين. مش بقول لحضرتك جوعي، لكن بنقول ان احنا نقدر نحافظ على وزننا بان انا اديله كميه الاكل على قد الطاقه اللي انا ببذلها طول اليوم، ما ادلوش اكتر. يعني انا لما حضرتك تعرفي ان كل المقليات وكل الحاجات اللي بتدخل فيها سمن وزيوت كتيره جدا ودهون عاليه جدا بتزود قوي قوي الطاقة اللي موجودة في الوجبات دي. لما الطاقة دي بتزيد وحضرتك مش بتستخدميها في الحركة، لان احنا للأسف رمضان بيبقى عند معظمنا كسل وتواجد في البيت بلا حركة، فحضرتك اكيد وزنك هيزيد. يبقى الوزن بيزيد مع انك صايمة. حضرتك بتشتغلي ساعة او ساعتين في اليوم، او بتبقي موجودة على مدار 6 ساعات عمل، ولكن بتاكلي حضرتك قدر كبير من الأغذية اللي بترفع الطاقة. وعشان الطاقة ملهاش استخدام، حضرتك بترسب على هيئة خلايا دهنية تحت الجلد ويزداد الوزن بدل ما يبقى في نحافة أو في وزن معتدل في رمضان. طب أنا إزاي أخلي وزن ثابت؟ أقلل كمية السكريات اللي داخلة في أكلي. السكريات والدهون ضروري جدا. كمية السكر والدهون اللي موجودة في الفطار أو في السحور تبقى قليلة. مش عايز أقول السكر ممنوع لأنه له أضرار كثيرة وأستعيد عنه بحاجات تانية، لكن نقلل على قدر المستطاع. الحاجة التانية ما كلش كميات أكل كبيرة. أنا أحدد ليا وجبتين، سحور وفطار، وبينهم وجبة ثالثة السناكس تبقى صحية خفيفة. المكسرات يا جماعة والمسليات، الناس اللي بتحب اللب الأسمر بتحب الفستق واللوز والكاجو والكلام ده، الحاجات دي زي ما هي فيها فوائد كتيرة جدا، لكن فيها كمية دهون عالية جدا بتأثر على الصحة وبتزود الوزن. وزي ما احنا بنقول بنتسلى وبنزود وزننا. بالظبط. إذا إحنا نحكم عقلنا وناخد بالنا كويس جدا، وما ننساش كنز الكنوز طبق السلطة. جميل. إن لازم يكون هو ملك وسلطة نوعين من السلطة حضرتك هما الاثنين كنز. أيوة. سلطة الخضار وسلطة الفاكهة. أيهما شئتي اتصرفي أو كلي منهم اللي تحبيه. إن كان الخضار بس يبقى بشرط الخضار والسلطة يبقوا في الموسم بتاعهم، ما تكونش في مواسم ثانية أو مبكرة الإنتاج. يعني ناكل الشيء اللي موجود في وقته، سعره رخيص وفي نفس الوقت قيمته الغذائية عالية. أكيد إن شاء الله. شكرا دكتور سعيد متولي، استشاري التغذية العامة. بشكر حضرتك. أشكرك يا فندم.